تعالي بقى نرجع لحتت ألذ شوية، من وأنتِ صغيرة بتحبي التمثيل؟ وأنا تقريبًا لسه صغيرة، يعني عندي 14 سَنة مثلًا. آآ من قبل كده بشوية كنت ابتديت أكتب، وبعدين ابتديت أمثّل الحاجات اللي أنا باكتبها، أو في المدرسة والّا في البيت؟ في البيت أنا وإخواتي، أنا وأخويا وصحابنا. أكتر حاجة، يعني أنا فاكرة يمكن من وأنا أصغر من كده كمان يا دينا، كنت أكتر حاجة متأثّرة بالمذيعة. أقعد أتفرّج على المذيعة وأشوف هي بتعمل النشرة، وأكتب نشرة وأقعّدهم وأقعد أنا تعملي ألعب لهم النشرة. وأقعّدهم، مش هالعب معاكم إلا أمّا تقعدوا تكمّلوا معايا اللعبة بتاعتي. كانت طبعًا بالنسبة لهم لعبة مملة جدًا لإن ما فيهاش أي حركة، هم عايزين يتحرّكوا. فغالبًا يعني من بدري وأنا فيّا يعني حاجة حاسة إن أنا ما أعرفش. بس اتأكدت إن أنا عايزة أبقى ممثلة وأنا عندي 14 سَنة مثلًا، 16 سَنة، اتأكدت. وجات إزاي؟ اتأكدت. آآ جات إن أنا آآ ابتديت أشوف طَب هاعمل إيه، طَب لأ لازم الناس بتمثّل إزاي. ما كانش في حد أعرفه من قرايبنا، من حوالينا، من صحابنا. ابتديت أعمل إعلانات، وبعدين لقيت إنه لأ مش ده، مش عايزة، ده مش تمثيل. بطّلت شوية إعلانات، وبعدين لأ، طَب أنا عايزة أتعلّم تمثيل عشان أبقى فاهمة. إمم. أنا يعني التمثيل مش إن أنتِ تروحي آآ يبقى قدّامِك في الlocation ناس 200 بني آدم وأنتِ لازم تمثّلي إزاي، لازم تتعلّمي. لإن أنا عرفت ده لمّا عملت إعلانات. إمم. طَب الإعلانات خلّتني أشوف الlocations عاملة إزاي، خلّتني أفهم إن الموضوع محتاج إن أنا أبقى فاهمة أنا باعمل إيه، علشان ما ابقاش يعني آخُد وقت ما كبير. بقاش amateur يعني حد هاوي لأ، وآخُد وقت كبير في location عشان أتعلّم. إن أنا أبتدي من إن أنا ما باتكلّمش، لإن أنا أبقى باتكلّم، لإن أنا بابقى باخُد مشهد، لإن أنا بابقى باخُد مشهدين، فاهماني؟ فاهمة. لإن ده برضه مهم، عشان ما باقلّلش من اللي بيطلع يعمل مشهد أو اللي بيطلع ساكت أو اللي بيطلع في الbackground مهم. طبعًا. لازم يبقى فاهم هو بيعمل إيه، لازم يبقى شايف إحنا بنتكلّم في إيه وبيندمج معانا. فدول بيتعلّموا، فعشان أنا ما كانش عندي استعداد إن أنا أتعلّم من البداية دي، قررت إن أنا أروح أدرس تمثيل. أوكي. أنا باسهّل على اللي بيتفرّج علينا عشان يبقى فاهم ليه أنت تروح تتعلّم عشان ما تدخلش الlocation تتعلّم تبقى لسه مش فاهم، تبتدي تبقى واقف مخضوض من اللي بيحصل. أول ما حد يقول لك يدّيك جملة تقولها، تلاقيك اتوتّرت صح. وعرقت والإضاءة بتضبط عليك، فالناس بييجي لها ساعات كرشة نَفَس. أنا ما حصلتليش دي الحمد لله. وأول فرصة جات لِك إزاي؟ أول فرصة جات لي، أول حاجة مثّلتها بجد، بجد كانت مسلسل عرض خاص. دي أوكي. أول حاجة بجد عملتها. وبعدين في المسلسل ده كان بييجي لنا guests حقيقيين بشخصياتهم الحقيقية. فجات لنا ساندرا نشأة. نشأت، حبيبتي. فكانت بتعمل فيلم المصلحة، فقالت لي: "أنا عايزاكِ زي ما أنتِ كده." كنت وقتها شعري قصير وشكلي لسه فريش وجديدة. أنتِ شكلِك كده بالضبط، آه. شعرِك قصير كان وشكلِك فريش كان وقمر. كان أصغر وكده وفريش أكتر. قالت لي: "أنا عايزاكِ زي ما أنتِ كده، هتيجي هتعملي دور عروسة." فكنت عروسة مجنونة وشعري قصير ولابسة طرحة وعملت الفيلم. والفيلم اتأخر شوية في نزوله، كان فيلم مصلحة فيلم مهم جدًا، يعني كان أول فيلم يبقى فيه 2 أبطال نجوم، أحمد السقا وأحمد عز يمثلوا مع بعض، إمم. وساندرا نشأت بالنسبة لي طبعًا مخرجة مهمة جدًا. طبعًا. فالفيلم نزل وقتها بعد الثورة، بس كنا بنصوّره من قبل الثورة. وده كان بدايتها بدايتي. وبعد كده عملت أفلام، عملت إكس لارج، عملت واحد صحيح، وعملت فتاة فتاة المصنع. المصنع. دي كانت الturning point الحقيقية. الفيلم ده إمم. باسمع كده دايمًا. إمم. ليّا كإنسانة، كممثلة، كسِت. ليه كإنسانة؟
لأنه لوكيشن أستاذ محمد خان كان مختلف عن أي لوكيشنز تانية أنا اشتغلت فيها، فكنت آم، آه، زي الفراشة. فهو كان دايما يقول لي خلي بالك مش كل اللوكيشنز كده، مش كل اللوكيشنز كده. فطلعت من اللوكيشن ده اشتغلت في حاجات تانية ففهمت الفرق، فكان في يعني خضة شوية حصلت لي، مم. فده عمل لي تطور برضو إنسانيا. كل حاجة والله العظيم عديت بيها عملت لي تطور في شخصيتي، خلاني في حتة أحلى وأهدى بكتير من الأول. الحمد ده لله. 1,000,000% الحمد لله. متفقة معاكي، ودايما بقولك كنت لسه بتسأل، كانوا بيعملوا لي أنا انترفيو، فقلت له بيقولوا لي إيه اللي ممكن تعوزي تغيريه، يعني لو في حاجة تقدري تغيريها في الباست، أي حاجة تقدري تغيريه. قلت لهم ولا حاجة، ولا حاجة. ولا غير ولا تجربة من التجارب اللي عديت بيها غصب عني، ولا غير أي غلطة عملتها. حتى الغلطات كلنا بنغلط، اتعلمت منها. وأنا كمان. التجارب اللي عديت بيها اتعلمت منها، وكل حاجة عدينا بيها تجارب أو أخطاء هي اللي بتشكلنا وتخلينا البني آدم اللي هو احنا النهاردة، اللي طبعا ستيل بنحاول نشتغل عليه ونحسنه، بس اتعلمنا وكبرنا كإنسانة بسبب التجارب دي. قلت لهم حتى موت أهلي ما غيروش، حتى عيا علا ما غيروش، بتعلم صح. وهي بتتعلم. صح. وبتحسي ان انت بتبقي ايه يعني ارقى صح وارق صح وارحم. صح. اه. اه. ويا ريت الناس تاخد بالها ان هم لما يعدوا في الحاجات دي مش يقعدوا يقولوا ليه وليه وليه، لا، هو عايزك تبقى ارحم، عايزك تحس اكتر باللي حواليك. يعني بقيتي اكتر انت عرفتي ان في اطفال عندهم ده وحسيتي بيهم. أنا أنت عارفة دايما بقول لهم والله يا ياسمين لحد من سنة كنت أسمع كلمة السكر دي ولا أفهم كده أصلا معناها، ولا أفهم هم بيعدوا بإيه، يعني حتى عنده السكر بتيجي كده وتعدي، عارفة اللي هو تمر مرور الكرام ولا الهوى. ايوه. النهارده او ان هو مثلا عند الكبار بس، مثلا يوم ما يجي يعني هيجي عند الكبار، الام الاب بس الجد الجده. ما كنتش عارفة بقى، ما كنتش عارفة هي بتعمل إيه في حياة الطفل ولا في حياة أهله، ولا كنت فاهمة الحالة عاملة إزاي في مصر، وإن الموضوع محتاج توعية، وإن الموضوع محتاج مساعدة، وإن محتاجين نمد إيدنا في إيد بعض عرفت إن أكيد أنا وبنتي لينا دور إن إحنا نساعد، حتى لو ساعدنا حد واحد. فاهمة قصدي إيه؟ انتوا موجودين عشان كده. صح، كلنا موجودين. بيتهيألي إنه غالبا برضو الناس اللي زي أنا وإنتي اللي عدوا بالتجارب الكتيرة دول بيجمعوا إنه غريبة أوي إن إحنا وصلنا لنفس الconclusion. أنتِ قُلتِ نفس الجملة اللي أنا باقولها، كل تجربة عدّيت بيها اتعلمت منها وغيّرتني وهي اللي شكّلتني. مش كل الناس واصلة للي إحنا وصلنا له، فاهمة قصدي؟ من فلسفة للحياة على الأقل. ما هو وقت، يعني أنا خدت وقت عشان أوصل لده. أنا لو كنت قعدت معاكِ القعدة دي من 10 سنين بس، ما كنتش هابقى عندي الردود دي كلها، وما كنتش هيبقى عندي الثقة دي كلها، ولا عندي الbeliefs اللي أنا بجد عندي دلوقتي ومصدقاها هاسألِك وشايفاها. سؤال عشان أنتِ قُلتيه لي بس ما اتكلمناش فيه، وبعدين نرجع تاني بقى للتمثيل. قُلتِ لي جملة أثّرت فيّا جدًا، قُلتِ لي: "أنا باكلم ربنا بيرُد عليَّ." على طول. قولي لي، كلميني عن الموضوع ده شوية. ما أنتِ لمّا كل مرّة ت ت ت ت ت تضطري، أو ما أنتِ بتروحي لربنا كأنِّك أنتِ عاملة حاجة غلط ورايحة مثلًا لباباكِ بتتكلمي معاه، صح. فأنتِ رايحة مثلًا أنتِ مضطرة لإنِّك عاملة حاجة غلط، رايحة تتكلمي معاه وتقولي له أنت ليه، 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 وليه، وليه، ويرد عليكِ على طول، وساعات ما تشوفيش. طب إزاي؟ طب ما أنتِ ساعات ما كنتيش بتشوفي، هو كل مرّة بيرد، بيرد، بيرد. لمّا بتوصلي لدرجة معيّنة من الوعي بتبتدي
تشوفي الرد، وبتبتدي تفهمي إن اللي كانت دي قبل كده كانت ردود. طب هاسألِك سؤال صعب، ومش باسأله عشان أسأله لِك، باسأله عشان نَفْسي، لإن أنا ما لقيتش الإجابة. عمرِك سألتيه ليه أنا حصل لي كل ده؟ عمرِك سألتيه أنا ليه اتفرّقت عن أبويا وأنا عندي 11 سَنة، وبعدين أمي تموت، وبعدين مثلًا طبعًا، لقيتِ رَد ليه؟ طبعًا، أنا مش عارفة ليه. طبعًا.